ايه ده؟ انت كنت فين؟ وجيت منين؟ ده احنا قلبنا عليك الدنيا، ده انت امك هتنفخك. معرفش، انا كنت ماشي كده وفجاه لقيت زي بوابه زمنيه راحت بلعاني جواه، ومن ساعتها مش عارف ارجع لحد دلوقتي. الحمد لله ان انا رجعت. يا سلام يا اخويا، البوابه زمنيه قال طب اخترع كدب عدله شويه. يا عم انا مش بكذب يا عم، هو ده اللي حصل معايا فعلا. اصدقك ازاي انا يعني دلوقتي؟ انت فاكرني عبيط؟ هو انت مش لسه قاري لي قريب ان كان في مكان بتخشه كده اسمه سرداب كوريك باين؟ اسمه سرداب فوريك يا جاهل. ايوه يا عم، هو ده بتاع ارض دراكولا. اسمها ارض زيكولا يا بابا. يا عم هتفرق دلوقتي؟ لو الدكتور عمرو عبد الحميد يسمعك دلوقتي كان هيرميك في وادي الذئاب المنسيه ونخلص منك بقى. طب والنبي الحقني، اعمل لي اي حاجه، انا خايف اتشفط تاني في البتاعه دي. ما تقلقش مفيش الكلام الفاضي ده. الحقني الحقني. ولا في ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ولا يلا مهما كان احسن من اللي امك كانت هتعمله فيك. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج العراف. مع نهايه القرن ال19 وبدايه القرن ال20 كان ده افضل وقت للثوره الصناعيه، اختراعات مستمره وطفرات صناعيه وانتاجيه مختلفه، وبالاخص في وسائل المواصلات، وده اللي يهمنا عشان ده موضوع حلقتنا النهارده. كانت الصناعه وقتها مهتمه بصناعه العربيات والموتوسيكلات والسفن والقطارات، كانت كل شركه بتحاول بكل طاقتها ان هي تجذب طبقه الاغنياء، يحاولوا يقنعوهم بعروضهم الخياليه ان هم يجربوا منتجاتهم الفاخره. النهارده جايين نتكلم عن شركه منهم، وهي شركه زانيتي، شركة إيطالية كانت رائدة في مشاريع السكك الحديدية. انتجت أول قطر من نوعه، قطر فاخر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان أفضل قطر في إيطاليا وقتها. وطبعا وزي أي شركة كانت بتعمل حملات إعلانية في كل مكان في إيطاليا، مستهدفين بس أغنياء البلد عشان يقضوا أفضل رحلة أسطورية على القطر ده. والرحلة كانت طالعة من روما ومتجهة لميلانو، ووعدتهم الشركة إنهم هيستمتعوا في الرحلة دي بأفضل مناظر طبيعية في إيطاليا، ووعدتهم كمان إن الرحلة دي هتكون لصفوة المجتمع. الشركة كمان قالت إن الرحلة دي هتكون كام ساعة من سحر الطبيعة، وقالت كمان إن القطر ده معمول مخصوص عشان الرحله دي. القطر ده يا صديقي كان مكون من 3 عربيات، وحسب المصادر في اللي بيقول انها 3 عربيات بعربيه السائق، وفي اللي بيقول انها 3 عربيات من غير عربيه السائق. المهم ان القطر اتحرك من محطته سنه 1911، كان عليه 106 راكب، وفي حين انبهار الركاب بجمال الطبيعه وجمال القطر والخدمه اللي على اعلى مستوى من اكل وشرب وكل حاجه، كانوا انتهوا يا صديقي من جمال الطبيعه الريفيه وداخلين على جمال الجبال. وزيها زي اي رحله طبيعيه طلعتها قطارات قبل كده، كان لازم يعدوا من نفق لومباردي. النفق ده يا صديقي كان بيختار الجبل طوله كيلومتر واحد، من الطبيعي ان القطر برضه هيعديه في دقيقه واحده. يقال ان في اخر النفق كان في ناس مستنيين من الجانب الثاني يشوفوا القطر الجميل والعظمه اللي بيتكلموا عليها دي. وبالفعل القطر دخل النفق يا صديقي، وعدى دقيقه، في 2، في 5، في ساعه. الله، هو ايه اللي حصل؟ القطر ما طلعش ليه؟ طبعا الناس كلها توقعت ان القطر اكيد عطل جوه النفق زي ما انت توقعت دلوقتي. فاتصلوا بالشرطه اللي بالفعل جت هي وموظفين السكك الحديديه للنفق، وفحصوا النفق يا صديقي باهتمام شديد جدا، وما لقوش اي اثر للقطر ولا حتى اي حاجه تثبت ان القطر دخل النفق اساسا. وبعد شويه بحث يا صديقي كده لقوا 2 من ركاب القطر في حاله ذهول تام، تقدر تقول كده لا هم عارفين هم فين ولا بيعملوا ايه ولا اي حاجه. لكن بعد ما بداوا يتعافوا ويفوقوا من الصدمه اللي هم فيها، الحكومه بدات تسالهم هو ايه اللي حصل. قالوا لهم ان هم وهم داخلين للنفق اتفاجئوا ضباب ابيض طالع من النفق عليهم. مع دخولهم النفق الضباب ملا الدنيا كلها وما كانوش شايفين اي حاجه. مع دخولهم اكتر في النفق الضباب بدا يزيد اكتر واكتر لحد ما بقى ماده لزجه بثت الرعب في قلوب الركاب. ولحسن الحظ ان الراكبين دول كانوا قاعدين على كرسيين جنب باب مفتوح، وقدروا انهم ينطوا من القطر في الوقت المناسب. لكن باقي الركاب ما كانش فيه وقت عندهم يعملوا ده، وفضل الراكبين دول يا صديقي فتره طويله جدا تعبانين نفسيا من اللي حصل لهم. والقطر ما حدش يعرف عنه حاجه خالص. طبعا القصه رعبت كل اللي شغالين في السكك الحديديه الايطاليه، وده خلاهم يقفلوا النفق ده بالحجاره من مدخله ومخرجه. في الحرب العالميه الاولى سقطت قنبله جويه على النفق ده دمرته تماما، دمرت معاه كل احتمال لتفسير اللغز ده. طبعا القصه مريبه وانت اكيد شاكك في صحتها يا صديقي، مش كده؟ طيب يقال ان في شهادات ووثائق لم اطلع عليها بتثبت الكلام ده وبتقول ان ممكن نحل اللغز. لكن الغريب بقى ان مع غرابه القصه دي واختفاء 104 من صفوه المجتمع، الموضوع ما عملش اي ضجه اجتماعيه وكأن مفيش اي حاجه حصل. وكمان وسائل الاعلام اتكلمت عن الموضوع بشكل سطحي جدا، والشرطه الايطاليه حولت القضيه للمحفوظات. الله، فاضل السؤال محير الجميع، هو ايه اللي حصل للقطر ده؟ ده حتى المهتمين بالماورائيات تدخلوا في الموضوع. شكلها كوسه كده. في سنه
1840 ركز في التاريخ ظهر 104 شخص من العدم في مدينه مكسيكو ولابسين هدوم غريبه جدا لا تنتمي للعصر ده. الناس شافوهم استغربوا جدا، ايه ده يا معلم؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يابا؟ انت كنت في حفله تنكريه ولا ايه؟ الناس بلغوا الشرطه المكسيكيه والشرطه خدوهم وراحوا على الاسم وبداوا يحكوا للشرطه كل اللي حصل. قالوا لهم ان هم جم من روما لحد عندهم هنا في المكسيك بالقطر، وطبعا دي كانت حاجه مستحيله، عشان كده الشرطه ما صدقتهمش وتم توزيعهم على مصحات نفسيه. وسجل الواقعه دي دكتور نفسي اسمه خوسيه ساكسينو. مكسيكو لازم يكون ساكسين، كفايه تنمر بقى. ساكسينو استدعته الشرطه المكسيكيه لفحص الناس دي، لكن السجلات ما قالتش الناس دي حصل لهم ايه بعد كده. ويقال كمان ان واحد من الناس دول كان معاه علبه سجاير انتاج سنه 1907 وهم في سنه 1840. الموضوع غريب. والعلبه دي يا صديقي موجوده لحد دلوقتي في متحف في المكسيك. الغريب بقى ان القطر كان بيتنقل من فجوات زمنيه ومكانيه بشكل غريب، ومش للماضي بس، ده للماضي والمستقبل كمان. 29 اكتوبر 1955 بالقرب من قريه ريفاليتش الاوكرانيه شاف عامل الاشاره بيوتر استامينكو قطر داخل عليه ومش متسجل في كشف المواعيد. داخل المحطه بالراحه وفي هدوء شديد. طبعا استامينكو ما كانش يعرف حاجه عن قطر زانيتي، فبلغ المسؤولين ان في قطر مكون من 3 عربيات بيبانوا كلها مفتوحه وشبابيكه مقفوله بالستاير، يعني قطر ماشي بالحب كده وداخل عليه المحطه. ابو الوتره اتفضل اشرب شاي معانا اتفضل. المسؤولين اول ما سمعوا المواصفات دي عرفوا انه قطر زانيتي الايطالي. الغريب بقى يا صديقي ان القطر كان بيتنقل من بلد لبلد وفي ازمنه مختلفه، لكن الاغرب ان بعد بحث مطول ان كل الاسماء اللي قلناها دي مفيش سجلات موثقه تؤكدها فعلا، ومفيش مصدر موثوق فيه يؤكد المعلومات دي، لكن برضه هيفضل فيه اسئله كتير جدا. هو فعلا قطر زانيتي سافر زمنيا ومكانيا؟ وازاي بيتحرك من غير سواق؟ طب اختفى راح فين؟ وهل النفق اللي دخله ده كان فعلا بوابه زمنيه؟ وهل اصلا القصه دي حقيقيه ولا قصه اخترعتها شركه زانيتي عشان تعمل ترويج لنفسها، ولا شركات تانية اخترعتها عشان تضرب شركه زانيتي؟ لا اعلم يا صديقي. انا كان عليا عرض القصه وبس يا صديقي، وانت عليك تعيش بقى وتتخيل الاحداث. انا علاء عرفه وبس كده.